الحلقة ال14 من بسمة عمل. في موظف أول ما يشوفك الصبح يسحب منك 20% من طاقتك من غير خالص ما يزعق ولا يغلط، بس وجوده نفسه مرهق. النوع ده من الموظفين مش دايما سيئين، بس دايما متعبين. بيسألك في كل تفصيلة كأنه ناسي شغله. يشتكي كتير من العملاء، من الشغل، من الزملاء، من الناس، من أصحابه، من بيته، من ولاده. يشتغل بالعافية وبعدين يبرر لك كل حاجة، ولو كلمته يا يزعل يا يستعطفك. النتيجة بقى ان انت كصاحب بيزنس بدل ما تركز في تطوير الشغل بتاعك وتشوف الاسواق والمنافسين، بتقضي نص يومك في تهدئته، في تصليح المشاكل اللي عنده، ان انت تشرح له وجهة نظرك، ان انت تهديه. انا اعرف ان المدير مرة قال لي العميل بيشتكي مرة لكن الموظف ده بيشتكي كل يوم. قلت له بص، خلي بالك بقى، الفرق ما بين الموظف اللي بيضيف والموظف اللي بيستهلكك هو ان الاول بيريح دماغك، والتاني بيحطك دايما في وضع رجل المطافي، عايز تطفي الحرايق اللي بيعملها. رسالتي ليك النهاردة من بسمة عمل: لو في موظف بياخد اكتر ما بيدي، راجع دوره ومكانه في الشركة، ستراكشر وطريقة تعاملك معاه. الموظف ده مش لازم يكون بيرفكت على فكرة، بس لازم يكون بيحاول. لازم يكون طاقة إضافة مش سحب. نصيحة عملية من النهاردة: من فضلك اعمل لقاءات 1 to 1 مع الموظف اللي شايف انه مرهق، وما اكثرهم في الشركات باي ذا واي، بس ما تكلموش عن اللي فات، اسأله عن رؤيته لقدام. انت شايف دورك ايه هنا؟ محتاج ايه عشان تشتغل بافضل شكل؟ انت حاسس انك بتضيف ايه حقيقي للفريق؟ وجودك فارق ازاي؟ لو شلناك وحطينا حد مكانك، اللي ممكن الشخص التاني ده يضيفه مش موجود عندك والعكس؟ لو ما لقيتش اجابة واضحة، يبقى محتاج تعيد تقييمه مش بس تتحمله. سؤالي ليك النهاردة: هل حد عندك في الفريق طاقته مأثرة على طاقتك؟ طب انت سايبه ليه؟ هل عشان خايف تواجه، ولا عشان ناسي ان البيزنس مش مؤسسة اجتماعية؟ اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.